يا أهلا يا أهلا. أنا هناء محمد ودي حلقة جديدة من الوعي الآخر. النهاردة جاية أقول لكل ست كل سنة وأنت طيبة في اليوم العالمي للمرأة. وعندي كلمة واقفة في زوري بقالها كتير، عايزة أقول لكل واحدة اتكلمي 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 مهما كان اللي بتعدي بيه. يبان عادي طبيعي، كل الستات بيحصل لها كده. ايه يعني مفيش حاجة مختلفة، اتكلمي عن إحساسك وعن تجربتك. الفترة اللي فاتت كنت حامل، وكنت بقول لكل اللي حواليا اللي حملوا وخلفوا قبل كده انتوا كدبتوا عليا. الموضوع مش لذيذ زي ما كنت بسألكوا واقول لكم عاملين ايه تقولي كويسة الحمد لله. فقلت لها انا بنام بالعشرين ساعة وتعبانة وبرجع ودايخة طول الوقت وحاسة ان انا مش متزنة، وحاسة ان انا بعيط بلا اي سبب. كل حاجة فيا مش انا، مش اللي انا عارفاها. امال ليه ما بسألكوا بتقولوا كويسين؟ فقالوا عشان ده العادي، كل الستات بيحصل لها كده. حتى لو ده العادي فانا حق اتكلم عنه. وبرضه الكلمه التانيه اللي كانت مستفزه جدا بالنسبه لي، فكره لما اجي عندي مشاعر فياضه وبعيط بلا سبب فيقولوا لي دي هرمونات. ماشي، قبلتها هرمونات لان مفيش سبب. لما يجي يبقى في حاجه فعلا فاليد وفكره انا بتكلم فيها وبعبر عنها، واتحمق شويه ولا اتعصب شويه ولا حتى يبقى عندي مشاعر خوف او قلق او كل الكلام ده، يقولوا لي معلش دي هرمونات. لا، دي مش هرمونات، دي حاجه فاليد. انا دلوقتي بتكلم في نقطه فاليد، انا عارفه ان انا لما بعيط بلا داعي من غير اي اسباب ومقدمات دي هرموناتي، ماشي مفيش مشكله. بس لما باجي اعيط عشان او اتضايق انه في حاجه حصلت، موقف يعني حرك جوايا مشاعر، فما تقوليش دي هرمونات. مش كل حاجه نسفه منها ونديها سبب اللي هو دي هرموناتي فخلاص اللي انا بقوله مش فالid. فنقطة ان احنا نتكلم عن اللي بنعدي بيه انا بحس ان هو بيطبطب علينا وبيطبطب على اللي حوالينا، عشان لما حد تاني يعدي بيه ما يحسش ان هو منبوذ او مش طبيعي او اللي هو isolated منعزل. نفس الفكرة بالنسبة لموضوع الرضاعة. الله، ده بيعمل بوندنج مش كل الستات زي بعض. يعني أنا أعرف ستات بتكره الرضاعة، بتكرهها، إنه بالنسبة لها دي حاجة صعبة جدا. وكان برضو تكملة القصة رحلة الحمل اللي قعدت شهرين. البيبي ما كانش فيه نبض، فالدكتور قال ان احنا افضل حل ان احنا نسيبه هينزل لوحده، ولو ما نزلش لوحده هنعمل عملية او ناخد دواء او كلام من ده. فبقيت بقول للناس اللي حواليا، لان انا محتاجه مساعده، محتاجه طبطبه ومحتاجه دعم، فبقيت بقول للناس اللي حواليا اللي بحبهم وبيحبوني كل الستبس اللي بعدي بيها. يا جماعه الدكتور قال كذا، ما اطمني ان شاء الله بسيطه، ان شاء الله هتعدي بسهوله. وانا قضيت ليلتين من اصعب ليالي حياتي، يعني وانا بجهض سبونتينيوس والبيبي بينزل، كمية ألم ووجع غير طبيعية. يعني بشكر ربنا الحمد لله إنه رزقني بزوج، يعني أنا طلبت منه مساعدة بشكل معين وهو ادهاني، فقدم لي الدعم نفسي، ومجموعة أصدقاء وأهل كانوا very supportive حواليا وبيتصلوا وبيطمنوا. بس ليه الخداع؟ يعني ليه ما تقولوا الحقيقة؟ ما تقولي إن هي مؤلمة، قولي أنا حتى مش لازم تقولي إن هي تعميم، بس احكي تجربتك ان انت اتألمتي بدرجة ما. مش كلنا زي بعض، مش كلنا احساسنا بجسمنا زي بعض، ولا احساسنا بالألم زي بعض، ولا مشاعرنا في التجربة زي بعض. بس على الأقل اتكلمي، ما تقوليش ان شاء الله هتعدي بسهولة. وبعد ما حصل الإجهاض بارشيال يعني، وبعد كده رحت للدكتور التاني قال لي احنا محتاجين نعمل عملية. بدأت أتكلم مع الناس قالوا لي نفس الحوار، لا اطمني عملية سهلة هتقومي مش حاسة بأي حاجة. فقلت لهم والله لو حسيت بحاجة يا جماعة ده أنا هاجي يعني أطلع عينيكم، لأن أنا أصلا مش قادرة، حتى الحقنة مش قادرة أتشك، خلاص وجع 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 يعني. وأنا رايحة البروسس دي في حد ذاتها العملية نفسها عليها ستيجما إنه إجهاض بقى، والمكان أساسا كان معرفش، كنت من كتر ما أنا تعبانة ما فكرتش، ولا أنا ولا جوزي كنا عايزين نخلص، فروحنا مكان ما كانش ألذ حاجة. فأنا من جوايا بقيت حاسة بكل واحدة بتتعرض للتجربة دي لوحدها. لوحدها دي مش بالضرورة تكون يعني حمل خارج إطار الزواج، بس مثلًا زي أختي حصل لها كده إن هي عدِّت بإجهاض وكان جوزها مسافر وكنا في كورونا وكنت عندي كورونا، ما قدرتش يعني أروح معاه، وعدِّت بالتجربة يعني شبه لوحدها. فبقيت حاسة بكل واحدة حتى اللي الظروف بتضطرها إن هي عملت علاقة خارج إطار الجواز وبقت موصومة، إن هي تعدّي بتجربة الألم لوحدها. ليه؟ ليه؟ ما تتكلمي، ما ابعتي لي أنا هاساعدِك بجد، أنا هاجي أقف جنبِك بجد. يعني أكيد في دايرتِك 2، 3 مقربين نعرف نقرّب من بعض.
رسالتي بجد في اليوم ده، اليوم العالمي للمرأة، أرجوكم اتكلموا على كل حاجة حتى تبان تافهة، إنه برافو عليَّ إن أنا عرفت أعمل كفتة، برافو عليَّ. فيعني برافو عليَّ إن أنا عرفت أقف على رجلي بعد ما وقعت واتكسرت وعديت بتجربة طلاق وولادي اتاخدوا مني برافو عليَّ. اتكلمي على اللي بتعدي بيه، الحلو والوحش في يومك. برافو عليَّ إن أنا اترقيت، اتنقلت من شغل لشغل. يعني إحنا مشاعر اللي بنتكلم بيها، إحنا ممكن ما يكون اتزنقنا في مزنق بتاع يلا نفكر، الستات ايموشنال فبقينا بنفكر قوي. التفكير والله التفكير دي حاجة بنتعلمها، 1+1=2. ممكن تسأل 50 واحد وتعمل ريسيرش عشان تطلع بفكرة وتطلع بالمنطق بالعقل حاجة خطيرة وفظيعة A1. لكن المشاعر دي حاجة صعبة بجد. يعني المشاعر حاجة، يعني مش كل الناس بتحس، يعني مش كل الناس بتحس. فكونك بتحسي يعني دي حاجة مش عايزين نوقدها، دي حاجة عايزين نفتخر بيها ان احنا الستات وبنحس. يعني بحس بالحلو وبحس بالوحش واقدر اتكلم عنه. وبرضه في اليوم العالمي للمرأة عايزة اذكر الحادثتين المشهورين جدا. آية عادل اللي لما اتأذت، انا معرفش هي صرخت بأنهي مدى مع الناس اللي حواليها وطلبت العون بأنهي مدى. بس أنا بحيي صديقتي الشجاعة اللي كانت في علاقة شبه علاقة آية عادل وعرفت تخرج منها، لأن هي اتكلمت. بالرغم من ان هي لما اتكلمت في كتير ما صدقوهاش، لان الطرف التاني اللي كان معاها كان وجه ملائكي جدا. بس برافو عليها ان هي اتكلمت، برافو عليها ان هي جالها نقطة وعي ونور جواها، صرخت وقالت مش مرتاحة في العلاقة دي، أنا اللي بيحصل جوه العلاقة دي أبيوسف بدرجة عالية جدا، وأنا مش قادرة أتعامل معاه أكتر من كده. أنا بحاول حتى مع كل اللي حواليها اللي بيقولوا لها إزاي ده ملاك، صدقت صوت نفسها. الحاجة التانية برضو خديجة خالد لما اتكلمت على قضية البلتاجي التيجاني، لما هو قال راحت قالت انه اتحرش بيها، وبعد ما اتكلمت طلع كتير وراها اتكلموا. اتكلمي طلعي اللي جواكي وعبري عن نفسك. مهما كنا في مجتمع مش بيصدق الستات، ودي حقيقة. يعني حتى في المرض، يعني حتى في المرض يعني الفايبروميالجيا مرض صعب وتقيل، ومعظم اللي بيعانوا منه سيدات، ولما بتروح تكشف عند الدكتور مش بيصدقها لان هي ست. فاحنا اول حاجه بتروح عند دماغنا، انا فاكراها وانا في امتياز كان اول ما تدخل واحده الطوارئ يقولك دي اكيد سايكيك، حاله نفسيه وهي مغمى عليها، يلا بقى نقرصها ونديها كحول في مناخيرها عشان تفوق. يعني عشان هي ست فمش تتصدق، هي مش هتصدق ان هي مرضها حقيقي وتعبها حقيقي. بيلفوا كتير لحد ما بيتشخصوا. فارجوكي اتكلمي حتى لما اللي قدامك يتفه من احساسك ويتفه من المشاكوى بتاعتك ويتفه من افكارك. stand up for yourself. انا عارفه ان هي مش سهله، وانا شخصيا خدت مني سنين لحد ما بعرف اعملها، وبعرف اعملها بقوه. انه يعني بعرف اعملها اللي هو بوقف اللي قدامه عند حده، مش انا اللي بقول، انا اللي حاسه وانا اللي فاهمه، وانا اللي دي افكاري انا وانا بعبر عنها. ما تقوليش لا اللي انت حاساه ده غلط، لا انت ما عندكيش اي evidence على اللي انت بتقوليه. من ضمن الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا نوصل للخطوه دي الكتابة. إن أنا أكتب، أول حاجة أكتب بالأفكار اللي بتجيلي، أكتب المواقف كما هي، اللهم أرنا الأشياء كما هي، موقف زي ما حصل بالظبط من غير ما أحط التاتش بتاعي عليه. هو قال لي مثلا ما تتكلميش مع فلانة، ما تخرجيش مع صحابك، ما تلبسيش اللبس الفلاني، ما تتأخريش بره البيت، ما تشتغليش. ده اللي حصل، أكتبه زي ما هو. أكتب مشاعري ناحية الحاجة زي ما هي، عشان يبقى عندي evidence. بعلم نفسي ان انا يبقى عندي evidence. بقعد مع نفسي كل يوم 10 دقايق ربع ساعة، ما بعملش حاجة ان انا بطمن على نفسي، انا عاملة ايه، انا اخباري، انا حاسة بايه دلوقتي. ما سفهش ابدا من احساسي، من اللي هو انا عارفة ان انا برضو انا واحدة منكم. يعني انا واحدة من الناس باجل الشعور احيانا، انا مش فاضية احس بده دلوقتي لان انا عندي مسؤوليات، عندي شغل وعندي حاجات بتتعمل وعندي يعني مجتمع عايزة اظهر قدامه ان انا صلبة وماسكة نفسي. لا، مش مهم. مش هظهر في المجتمع، مش مهم. ولما اظهر في المجتمع هختار مجتمع اكون حقيقتي معاه. انا عارفه ان هي صعبه علينا كلنا، بس خلينا نخلق المجتمع ده. يعني ارجوكي في اليوم العالمي للمراه والنهارده وكل يوم تعالي نبدا كده نعمل مجتمع صغير، 2 3 من صحابنا، نفضفض لبعض، نقول لبعض احنا حاسين بايه، انا بعدي بايه. حتى لو اللي قدامي مش عامل لي اي حاجه، السمع نفسه واحساس ان انا مش لوحدي، ان انا اتسمعت. انا حتى دايما بقول للكلاينتس بتوعي
قول لها روحي قولي اللي عندك، مش عشان اللي قدامك يطبطب عليكي ولا يقولك معاكي حق، روحي قولي عشان تسبيك اب فور يور سيلف، ان انت طلعتي صوتك. جزء من قوتنا الانثويه ان احنا بنعرف نعبر، لان احنا بنعرف نحس قوي، ودي حتى يعني نعمه كبيره ربنا اداها لنا. فكل سنه وانتم طيبين. ومشاركه منكم لللايف النهارده، ارجوكم كل واحد يكتب، كل واحده تكتب هي حاسه بايه دلوقتي، واحساسها بايه بكونها انثى، وايه اكبر انجازاتها اللي هي حاسه ان هي عملتها، وايه اكبر مخاوفها او مشاعرها اللي مش تقدر تشاركها مع اي حد. You are more than welcome ان انت تشاركيها معانا النهارده في الكومنتس. كل سنه وانتم طيبين يا ستات يا حلوين.